النهارده قررت ان اخد عليكم عشان اتحدث معاكم في موضوعين. موضوع الاحداث طبعا بتاعت ماستيرو، والموضوع الاخر هو موضوع الفتره الانتقاليه والصعاب اللي احنا شايفينها لننتقل من هذه الفتره الانتقاليه الى نظام مدني ديمقراطي. هبدأ طبعا بالأحداث ماسبيرو. أحداث ماسبيرو بالطبع مش هتكلم على مشاعر الحزن اللي كلنا عايشين فيها هذه الأيام، ولا هتكلم على التعبير عن يعني الغصة اللي في نفس كل واحد مننا إن في 24 قتيل و217 مصاب حسب تقرير وزارة الصحة. طبعا هذا يعني شيء لا يمكن أن يمر بسلام، ويجب أن لا نكتفي كما في كل مرة بأن احنا نعالج الأمور بسطحية. أنا قررت طبعا إن أنتظر قبل أن ألتقي بكم عشان أحاول أستقرأ الأحداث على قدر استطاعتي من خلال اتصالاتي بكافة الأطراف بما فيهم السلطات المسؤولة، وكذلك لأفكر في الحلول. أنا في رأيي إن أحداث ماسبيرو على قراءتي لها اليوم تنقسم إلى شقين. الشق الأول هو انفلات أمني، لا نعرف إلى الآن ماذا تم بالضبط برغم مرور أسبوع على تلك الأحداث. هناك أقاويل متضاربة من كافة الجهات. عندما كذلك قرأت أمس أن هناك تيارات سياسية ورجال أعمال هم الذين شاركوا في هذا، كل هذا يعني يدعوني إلى أن أطلب أشياء محددة وسأتكلم عليها في هذا الموضوع بالخصوص، وهو هذا الانفلات الطائفي قبل أن أتكلم عن الاحتقان والتمييز الديني. بالنسبة لهذا الانفلات الأمني والذي نعاني منه ليس فقط في أحداث ماسبيرو، وإنما في غياب الأمن وتأثيره على الاقتصاد، وهذا كذلك أمر سأتكلم فيه. أعتقد أن هناك ثلاث أشياء لابد أن تحدث أو تتم على الفور بالنسبة لهذا ما تم في أحداث ماسبيرو. أنا في رأيي أنه لابد أن تكون هناك لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو، ومع احترامي للسيد وزير العدل واللجنة المشكلة، أنا أعتقد أنها لابد أن تكون لجنة مستقلة تماما بكافة الصلاحيات يشكلها المجلس الأعلى للقضاء، وتقدم تقريرها عما تم. وفي هذا الخصوص بالطبع لابد أن تحدد من المسؤول، وأن يكون هناك إجراء تحقيق عاجل وعدالة ناجزة. أنا أصبحت أقشعر عندما أسمع كل مرة أن هناك أيادي خفية، وأن هناك ثورة مضادة، وأن هناك تيارات سياسية دون أن نعرف أبدا من هم هؤلاء أو نرى صورة واحد منهم. ولابد في هذه المرحلة أن نقف وقفة جدية، وأن يكون مهمة هذه اللجنة أن تقوم في أسرع وقت بإجراء التحقيقات اللازمة، وأن تقدم لها كافة الدلائل من كافة الجهات حتى تستطيع أن تحدد من المسؤول، ونأخذ إجراءات القصاص الحاسمة. لا يمكن أن يهدر الدم المصري ويستمر أن يهدر الدم المصري أيا كان أقباطا أو مسلمين بدون أن يكون هناك قصاص عادل وناجز. هناك كذلك لابد أن يكون على المدى الطويل، ويمكن قبل ما أتكلم على المدى الطويل لو أتكلم عن أن هناك عدد من المتهمين الذين هم اليوم مقدمون إلى النيابة العسكرية والقضاء العسكري. وفي رأيي وعلى ضوء كذلك ما صرح به المشير طنطاوي منذ فترة على أن المحاكم العسكرية ستقتصر فقط على على العسكريين ولن تخوض محاكمة المدنيين،
وعلى ضوء ما هو نراه على أن الجيش كان جزءا من هذه العملية، أيا كان من البدء ومن المسؤول، في رأيي أن يقوم المشير طنطاوي بتحويل كافة المتهمين والذين يتم التحقيق معهم مجروح أمام القضاء العسكري إلى القضاء المدني، لأنه في رأيي هذا سيعطي لإجراءات التحقيق والمحاكمة مصداقية أكبر، لأنه لا يمكن للجيش أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت. الجزء الحل الآخر أو ما أقترحه كذلك هو أن ننظر ما بعد أو ما قبل أحداث ماسبيرو. أحداث ماسبيرو جاءت ومعها بالطبع بعد آخر، وهو بعد التمييز الديني وبعد التفرقة الدينية، والذي يعني نعيش معه منذ سنوات. يعني من عام 2008 حدثت 9 أحداث كبار، وأنا أتكلم فقط عن أحداث كبار بسبب التوتر الطائفي والتطرف الطائفي. راح ضحيته 81 شخصا وجرح فيها 570 شخص، هذا فقط في ال3 سنوات الماضية. نحن نعلم أن هناك احتقان طائفي، تمييز طائفي، تمييز ديني، ولا بد أن نعالجه ونخرج كما ذكرت قبل ذلك، أن نخرج رؤوسنا من الرمال وأن نعترف أن لدينا مشكلة، وأن المشكلة أعمق وأبعد من أن نعالجها بإجراءات سطحية. في رأيي وأنه لابد كذلك أن تشكل لجنة من كافة الشخصيات ذات المصداقية من المسلمين والأقباط وغيرهم من أهل الفكر لبحث كيف أن نعالج تلك المشكلة التي تتفاقم في المجتمع المصري والتي لم تكن موجودة إطلاقا. أنا أعرف أسبابها وأبعادها وأنها نتيجة القمع الذي عشناه لمدة عقود، وإنما لابد أن نجد حلا وحلا جذريا. هذا يبدأ بالطبع بتفعيل بعض القوانين، بإصدار بعض التشريعات، كذلك حتى بالنظر في مناهج الدراسة، لأنه ليس من المقبول إطلاقا أن نعيش في مجتمع يقوم على عدم التسامح وعدم قبول الآخر، وكما ذكرت أمس أن هذا سيكون طريقنا إلى الهوية إذا لم نعالج المشكلة حلا جذريا، وأن نستمر وأن نقف عن أن ننكر أن هناك مشكلة، وأن نستمر دائما أن نقول نحن نسيج وطني وقماش واحد وكل هذا الكلام، وبعدها بشهور نرى مشكلة أكبر وأكثر وأكثر. في رأيي كذلك أن الإعلام لعب دورا سيئا، الإعلام المصري، الإعلام الحكومي. نحن نعرف أن على الأقل 80 أو إذا كان 90% من المصريين يأخذوا معلوماتهم من التلفزيون الرسمي. هذا ما يقرؤون الجرائد عدد لا يتجاوز يمكن 1% من أو 2% من الشعب المصري، إنما المعلومات تأتي أساساً من التلفزيون الرسمي. وقد كان التلفزيون المصري موقفه من تلك الأحداث موقف مخزي، عندما ذكر أحد أعضاء المجلس العسكري أن التلفزيون المصري كان يبث بثا مباشرا، هذا صحيح، ولكنه كذلك كان يحرض تحريضا مباشرا ويكذب كذبا مباشرا. أنا رأيت ما ذكر على التلفزيون وما اتهام قبل إجراء التحقيق أن الأقباط هم الذين قاموا باستعمال القوة ضد الجيش والمطالبة بنزول الشعب للشارع لحماية الجيش. هذا كله قبل أن يصدر من الجهاز الرسمي الإعلامي ويشكل الرأي العام المصري بناء على قبل التحقيق وبناء على معلومات خاطئة أو على الأقل ليست موثقة. هذا أمر يجب أن ينظر فيه على وجه السرعة، وهذا أمر قد طلبت فيه مرارا أنه جزء أساسي من أهداف الثورة هو تطهير الجهاز الإعلامي بدءا بالتلفزيون المصري وماسبيرو والذي يضم 45,000 شخص لم يتغير من نظام الحكم السابق، أصبح يتحول من بوق للنظام السابق إلى متحدث رسمي باسم المجلس العسكري. هذا
لن تقوم للثورة قائمة ما لم يكن لدينا إعلام مستقل تماما عن الجهاز السلطة الحاكمة أيا كان خلال الفترة الانتقالية وبعد الفترة الانتقالية، وبالتالي تطهير الإعلام هو في هذه يعني الحزمة من الإجراءات التي يجب أن تتخذ على الفور، هو في رأيي أمر يجب أن يتم على وجه السرعة.